كيا الاهلي يطلع من افريقيا يا ناس. احنا اللي كنا ننوم افريقيا من المغرب نطلعوا قبل النهائي وفيها في استاد القاهره في ارضنا هناتي. وهي يا عم الخطيب، يا عم الخطيب، يا ريسنا سنه نقولوا كولر شطب كوره، شطب كوره، مشوا لنا هات لنا مدرب تاني. عمال تجيب في اللعيبه في الهجوم في الهجوم، نسيت خط الدفاع انت. وهي يا عم ياسر، يا عم ياسر عمال تعمل لي كداسه وهتدخل الجون في نفسك هي يعني. يا عم فوقوا شوي. وهي يا عم كولر ده وقته تطلع امام، هو في حد هيلعب في الاهلي غير امام يا اخي؟ يا اخي حرام عليك، ما فيش غيره هيلعب عشان تنزل لي بن شرقي. اهو نزل بن شرقي عمل لك هي يعني. لازم نغيروا خط الدفاع كله، والدوري لازم يبقى في الجزيري عشان ان شاء الله السنه الجايه نلعب افريقي ونرجع امجد الاهلي تاني. هو ده لازم اللي يحصل. ايش قلت لك يا زيدان يا ولد هتطلع من افريقي؟ فاكر لما طلعت من نسلم بوش في الكونفدرالية عملت فيه؟ مش قلت لك يا زيدان طول ما انت زمار وانا طبار يجمعنا المواقع. ادينا انا وانت برا يا باشا، ادينا انا وانت برا. طب وانت ولا تعايرني ولا عايرك الهم طايلني وطايلك يا تعبان. انت هتجيب نفسك زينا يا سيدي. يجيب نفسه ونص. انت مش خسران النهارده وطلعت من دوري ابطال افريقيا وشغال يقولوا 13 يا اهلي. بالدم بنروح افريقيا مش هتروح. عندهم ترتر يا حاج. اقول لك كلمتين يا ستي. افريقيا شبعانين مني. ايوه. واقول لك كلمه ثانيه. استراحه محارب، السنه الجايه ناخدوا افريقيا ان شاء الله. كل واحد يقول استراحه محارب، استراحه محارب. اديله. كل واحد يتكلم كلمتين يقول استراحه محارب. اديله. هي في معاكم انتوا تخسروا الدوري تقول استراحه محارب. ليه ده تخسروا ستي؟ الكاس تقولوا استراحه محارب. تخسروا افريقيا تقولوا استراحه محارب. المحارب بتاعكم ده مش هيموت ابدا. مش قاعد خلص. مش دي الحقيقه يا رجالي. حقيقتي يا كسر حبك يا عادي يعني خسرنا افريقيا دي. طب ما الاهلي ياما فرحني ووراه لغايه ما ياخد الدوري ان شاء الله. ايه فيها صديق ده الاهلي. يعني انتوا هتعملوا زي الزمالك برضه. الزمالك لو نزل درجه رابعه معاه برضه. لا انزل كده هقول لك ناخدوا الدوري. الزمالك يا دوب عاوز يحضر يبقى مركز ثاني بالعافيه يا صديق. بص يا زيدان انا اجيب لك الخلاصه. انتوا السنه دي مش هتاخدوا ولا الهوا كده يعني ولا الهوا هتاخدوا. عشان هي الخطيب مركز هي ان هو يفضي نادي الزمالك، فضى خالص. وعشان هي ده كله عشان يهبط النادي. سبحان الله الآية تتعكس عليه. هيجي من فوق يا ابراهيم. تعرفني. هيطلع ايه ابيض يا ورد من كل حاجه. بالعصبة فخ لاخيه فقد وقع فيه. انت قول انت قلبك اسود عشان خدنا منك زيزو. انت خد زيزو بس. بن شرقي وامام وكهربا وغيره وغيره. بشايرك يا زيزو بشايرك. شفت حالات وش زيزو ده لسه بره هو ما خشش النادي. ما لما يخش النادي انت شكلكم مش هتشوفوا حاجه. ان شاء الله ينزلوا محترفين يا يلا يا عمي مش يعني هو جاي مني ما جاي من الزمالك. في حد في الزمالك الزمالك يا عمي اللي صار عندي قديم وانا جاي اخلصه لك. هو السلكاء صديق. انا مش قلت لو طلع الاهلي من دوري ابطال افريقي همسكك السلك عريان يا زيدان. كهربا دي صديق ما فيهاش هتتكهرب يعني هتتكهرب. وقولوا يا صديق. تعال يا افرد السلك كهربا يا صديق افهم الكلام. يا احمد يا توصل بالضغط العالي على طول يا. لا فيها موت يا صديق. انت لما اطلع من الكونفدرالية تشمت فاي ومش عارف ايه. هتعمل ايه يا احمد؟ دقيقة خلي وقف. بالك. وصلت. اها وقف يا. لا يا صديق. الكهرب معاني يا صديق مسكتيه. ملكية. انت كهرباء. الكهرباء دي يا صديق. داني انا هنشف ريقك يا ثواني. افس شيل يا احمد شيل. ثواني وقف. ده انا همسكك الضغط العالي. ثواني. انت تعمل ده ده كله يا. لو كهربت هتتكهرب معاي. لو كهربت هتتكهرب معاي. وصل يا احمد. شيل يا وقت ابوه. شيل. خد تعالي. خد تعال ثواني. امسك هو فاضل له كام حطتين ثاني عشان وقت البالك يا يبقى مولد كهرباء. هو كده ناشف لا ينشف مني اكتر ما هو لا ناشف. ينشف عنه. انا عزموه. يعني اروح اوصل تاني. وصل. دقيقة لازم اخليه ينور. نور يا صديق نور يا. نورت هدينا. نور كده انا خطاري. خطاري. شيل يا شيل. زين السلك اللي جبته دي. يا راجل عيب عليك يا احمد. مش مشكلة عشان هو ما يفرحش في اي ثاني. بس ما اقول لك على حاجة.
الاهلي باللي عبدوا كلي وخسر افريقي، ما الزمالك الفاضي ده هيعمل ايه مع بيراميدز ان شاء الله؟ في كاس مصر ان شاء الله. والله يا ولدي كل حاجه ان شاء الله لها حل، والماتش ده يعدي على احنا مش حصلنا الاهلي حصلنا برا. احنا ندعوا لهم يا بابا. ندعوا يا عم، مفيش حل غير الدعوه. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله.